ايضا سلال والنتيجه بيضاء والكره من عبد الله الزوري بالراس خطيره جدا مره اخرى من السويلح. نعم الهلال هو الاقرب. خطا عبد الله الزوري ممتاز احمد السويلح، لكن الكره كانت في الوسط في ايدين الحارس المتالق عماد الشمري اللي ممكن نصنفوها انه نجم المباراه في اداء سلال القطري. مبدأ البرقاني يلعب كرة طارق التايب، عذاري من طارق التايب يعمل بوست وكرة ممتازة جدا، السويلح وهدف يضيع. اذا هذه الكرة بالمليمتر، كرة اتلعبت تقريبا هي السيناريو الكرة اللي لعبها له نواف في اللقاء الاول ونجح فيها في مسقط العماني السويلح، لكن اليوم لا، اليوم يتفطن الحارس العملاق رجل المباراة هو عماد الشمري. النواف في الشوط الاول ويمتع الليبي في الثاني. الان الهلال في هجوم، في ضغط، في راسية، في كرة قريبة للواحد صفر. كرة أخرى كانت هذه المرة من سعد الدياب. سعد الدياب كاد يسجل، أقنع، أبدع، أمتع ويسحر الجميع الفريق الهلالي. يضمن أنصاره قبل 3 أسابيع 21 يوم تقريب من معركة الكوارتر فاينل الكبرى أشد بقيادة صبري لموشي. ممكن الحرارة والرطوبة أثرت على أداء اللاعب صبري، بينما كرة خطيرة والتايب يسدد مرة أخرى العملاق. نعم ميلاد عملاق هو عماد الشمري. ما هذا يا عمدة، روعة. في الدقيقة 15 من الشوط الثاني أول تسديدة للفريق القطري في هذا الشوط، بينما كرة تألق في صدها ونجح في ردها واستبسل في ضدها. الحرتاك يلا اوجد مرتده، ينطلق اللموشي، يمشي صبري، خطيره، كنترول، راس 1-0، فرصه كبيره لن تعاد في المرمى. نعم 1-0 هي المرتده، هو ابراهيم 1-0 يلعبها اللموشي، يلعبها طردي صح، اصبر واصمد في الدفاع، العب على الكونتر اتاك وسجل الهدف ابراهيم. 1-0 للفريق القطري، 1-0 اليوم سلال. فريق العب لكن الثاني ضرب والكرة اجوال. قلت لك يا هلال ممكن تخاف من كرة ضايعة، كان الهلال يستحق التقدم ولكن لان الكرة اجوال سلال يستحق التفوق. شوف الواحد ابراهيم من اللموشي اللي سلال على مسقط واذا يكسب الهلال الكويت، لكن ما زالت لانه ياسر يلعب جميلة والسويلح كان يتعادل. الهلال رائع جدا هذا اللقاء، ما نقص ولا الهدف، لكن الجمهور يقول لي واش تركت يا شوالي، هو الهدف المطلوب، هو الانتصار المنشود. نعم هذا هو المأمول يا رتم الهلال، اعطاه رتم اخر، بعد اخر لرتم الهلال، بينما كرة ممتازة خطيرة والهدف الثاني يخلص حسين علي. لا برافو يا عتيبي ورائع جدا العمل صعبة، وبرافو دفاع، برافو بن عسكر على السويلح. نعم سلال الصقور اليوم بيتم معنى الكلمة. طارق التايب يلعب خطيرة، فرصة ويترك الكل، مرة ثانية مش ممكن. نعم قبلة على خدك من اليمين وقبلة من خدك على اليسار وقبلة من كل قطري على الجبين، مش ممكن يا عماد يا الشمري. هكذا تقول الشفاء القطرية وترد الألسن السعودية، ما زالت في المرمى. لا يا حظك يا هلال، اليوم ما فيش بخت، اليوم يا هلال ما فيش بخت، مش ممكن. حتى هذه من الكاسر ياسر القحطاني، الصقر ياسر كاد يتعادل بكرة راسية ورائية خلفية ضاعت على الموج الازرق. نعم استمتعنا بمباراة جميلة جدا خاصة في الشوط الثاني. يلعب للكلتم عبد العزيز الكلتم، هي كرة ممتازة خطيرة جدا، يا رب الكاسر وتعادل، يا رب الكاسر وضرب ياسر. قلت لك انت المهاجم القناص، انت المهاجم الهداف. نتيجة عادلة جدا، الهلال يتعادل، يتحدى عماد الشمري الكاسر ياسر، ولما ياتي الصقر الكل يتعلم، الكل يتفرج. فن سعودي هلالي من خلال كرة عرضية، السويلح للكاسر، الصقر ضرب، النسر ضرب، الكاسر الجارح سجل، تعادل للزعيم. 1 الهلال 1 سلال. نتيجة من الفريق البنفسجي، يركز ثم يضرب ويركن كرة جميلة. الله على هذه الكرة القطرية، سترك يا رب يا هلال، كانت حق للأم سلال، كانت في المرمى اكيد،
كانت موجودة الشور، مش ممكن حظك يا حسن يا عتيبي، اكيد في المرمى، اكيد الثاني التنفيذ والراسية والحارس برافو برافو ممتاز. ترجع من طارق التايب، التايب يضغط، طارق التايب يمر سيسدد، خطيرة وقريبة، كم كانت ملعوبة من الامير الليبي. اذا تبقى المباراة متعادلة، يبقى الهلال فنيا هو الافضل، ويبقى الفريق القطري تنظيميا وتكتيكيا هو الاقوى. شوف الضربة، شوف الركلة، شوف الكرة، كان ممكن الخطوبة العالية. نعم متألقين، ما شاء الله عليك يا ام سلال، وايضا يا هلال تمشي الراسية. التعادل ممكن عادل، التعادل ممكن عادل، الفن السعودي والروح القطرية. يتقدم التايب، اخر كرة، اخر لعبة، اهرب، العب، اتعب، اجري، اركز، مرة، ياسر، ياسر، اوه مش ممكن يا الله، مش ممكن يا الله، يا الله يا الله، قول ما شاء الله على هذا الهدف، عالمي مونديالي. العب الكاسر، سجل الكاسر، سجل الكاسر، هدف الصعود للمركز الاول. افرح يا هلالي، افرح، ما في زعيم غيرك. مش ممكن يا ياسر الروعة، من اين لك هذا؟ من اين اتيت بهذا؟ من اين ابداعك هذا؟ من اين امتاعك هذا؟ مش ممكن مؤانستك هذه، مش ممكن يا طارق. البرنس يلعب للكينج، والكينج في الجول، البرنس للكينج والكينج في الجول. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. غرور، لكن نحس بنفسي على الاقل نحكي في كنف الشفافيه والتلقائيه معاكم احبائنا المشاهدين اعزائنا المشتركين. يلا قول من ناحيه اللقاءات اللي شفتها واللي تشرفت بالتعليق عليها، مش ممكن ابداع.